حقيقة موقفنا واضح من خلال البيانات التي أظهرناها، وأيضا على أرض الواقع نحن لا نزال نتابع الملف محاكمة الجنات الذين قاموا بهذه العملية. وأنا كما أذكر دائما وأقولها مرة أخرى بأن من كان السبب بهذا الأمر هو الحكومة التركية، وعلى رأسها رجب طيب أردوغان، هو من سهل الطريق لهؤلاء الميليشيات الذين قاموا باغتيال الرفيقة هيفرين خلف، وأيضا اغتالوا كثير من أبناء الشعب السوري، ولم يبقوا حتى أصحاب الأراضي الذين يسكنون في رأس العين وتل أبيض وباقي المناطق وعفرين التي كانت آمنة قبل ذلك. سلط عليها الميليشيات داعش من جديد، أو أبناء داعش، أو فراخ داعش حقيقة ما نقوله. لا زالت تركيا تعبث في هذه المنطقة، ونحن نقرأ بأن تركيا هي في حالة غير استقرار وتصدر مشاكلها وأزماتها إلى الدول الجوار. وكما ذكرت لكنني أريد أن أعود إلى الملف الحقيقي. موقفنا من اغتيال الرفيقة هيفرين هو موقفنا من كل السوريين الذين يقتالون على أيدي الجنات من خارج سوريا، أو حتى من سوريا، أو من الميليشيات التي تتبناها كافة الفصائل إن كانت من الحكومة السورية أو من تركيا أو من باقي الأطراف. والكل يعلم بأنه نحن أبناء وشمال شرق سوريا لم نحاول ولم نسعى يوما من الأيام إلى القتال السوري، بل نسعى دائما إلى التهدئة ما بين سوريين قاطبة، وأن نعيش أيضا مع دول الجوار بحالة سلام واستقرار، وهذا ما نسعى إليه. والكل يعلم بأنه بداية عندما كانت هناك اتفاقية ما بين أمريكا وتركيا بأنه أن تبعد هذه الأسلحة إلى مسافة كذا، كان لدينا موافقات بخصوص هذا الموضوع. المهم كان هدفنا هو الاستقرار والحوار مع كافة الأطراف إن كانت على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد السوري، والهدف من ذلك هو عودة الصراع السوري إلى طاولة الحوار بدل أن يكون الصراع على ساحة المعارك. أنا أريد أن أقول بأنه أصبح مع كل أسف بأن السوريين هم عبارة عن أداة مأجورين لدى تركيا تنقلهم أينما تشاء وحيثما تشاء وفي أي وقت تشاء. لأجل ذلك نحن ما نريده من أبناء سوريا قاطبة، وخاصة الذين يقطنون في تركيا، أن يعودوا إلى سوريا. إن لم يريدوا أن يعودوا إلى مناطق الحكومة السورية فليعودوا إلى مناطق شمال وشرق سوريا. ونحن دائما نرحب بأبناء سوريا، فليتركوا هؤلاء الذين يتبنون أبنائهم ويقتلونهم ويرسلونهم إلى القتل. ونحن لاحظنا في أول يوم بأذربيجان هناك أكثر من 70 قتيل من السوريين، وحقيقة أنا ما أسميهم هم المرتزقة السوريون الذين أصبحوا أداة بيد الحكومة التركية، وعبارة عن بيع وشراء في أيدي بعض الأطراف التي تريد أن تحقق مصالحها. وتركيا لا شك تسعى إلى مصالحها، وأمريكا تسعى إلى مصالحها، ونحن نعلم بأن الدول هي تسعى إلى مصالح. لكن ما نقوله لا نريد أن يكون هناك مصالح على حساب أبناء الشعب السوري ودماء الشعب السوري.